وشنو هو الهدف؟ على بالهم باللي الشعب الجزائري ما يحبش فرنسا، ودوك يبداو يتطوعوا شبان مساكن في نيتو كيما باباه حارب فرنسا، يروح هو يكمل المسيرة تاع الشهداء يحارب فرنسا في مالي. نهار يطلعوا من الجزائر 50,000 60,000 في نيتهم ساكن رايحين يجاهدوا في سبيل الله باش يحاربوا فرنسا. واش دير فرنسا؟ تنسحب. ولما تنسحب وتخلي لك 60,000 و70,000 مسلحين مدربين يعني تعودوا على القنابل، يعاودوا يولوا للجزائر، وكي يعاودوا يولوا للجزائر توقع عنا كيما الأفغان العرب. هذه القصة، دمروا الجزائر، أبيدوا أهلها، هذا هو القرار باش الجزائر ما تلفتش روحها. ولذلك ندائي ونصيحتي لكل الشباب في الجزائر: احذروا المؤامرة. وباش نتخطاو هذه المؤامرة، حاولوا تفهموا، باش نتخطاو هذه المؤامرة العالمية، المؤامرة العالمية، أولا ما تديروش ثقة في فرنسا، ما تثقوش فيها. فرنسا لما دخلت الجزائر واش قالت للعالم؟ قالت لهم: أنا رايحة نحرر الشعب الجزائري من حكم الأتراك، هكذا قالت. غير نقضي على الأتراك نعاود نخرج. يا طفرت فينا 132 سنة، الآن كيف قال لك نخرجوا نروحوا باش نقضيوا على الجماعات المسلحة ونخرجوا، دوك يجيبوا فيها 132 سنة. وأنصح الناس باش تتحد، الحكومة، الشعب، المعارضة، الأحزاب، الجمعيات، ما هوش وقت الخلافات، الآن وقت خوك لا يغرك صاحبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.